بسبب صوت عياط سمعوه في المقابر بالليل، قدروا يقبضوا على أكبر سفاح للأطفال في محافظة الغربية. اللي حصل إنهم في يوم صحيوا على جثة طفل مضروب بالسكينة 3 مرات وعينه الاتنين مش موجودين، الأولى مخلوعة والتانية مفقوعة في مكانها. واكتشفوا بعدها إن الجثة دي اللي كانت لفارس اللي كان عنده 9 سنين، كان متغيب عن البيت بقاله أسبوعين، والشرطة معرفتش هو كان غايب فين ولا حتى اتقتل ليه. الدنيا ساعتها قامت ما قعدتش، لكن بعدها بفترة الناس صحيت على جثة مقتولة بنفس الطريقة لطفل برضه اسمه سعد، والطب الشرعي قال إن الجثتين اتقتلوا بنفس الطريقة. أول حاجة اتخنقوا، بعدها اتعروا من فوق، اتطعنوا 3 طعنات بالسكينة، لكن جثة فارس اتشالوا عينه اليمين اتشالت والتانية اتفقعت، وجثة سعد عينيه الاتنين كانوا زي ما هما. الناس في القرية اترعبت جدا، وقعدوا بقى يطلعوا أسباب للي حصل وإن النداهة رجعت تاني تنده الأطفال، وكانوا بيخافوا على أولادهم جدا. واللي ممكن يحللك اللغز ده شوية إن فارس وسعد كانوا أصلا صحاب، لكن علشان الحق ما بيضيعش، في يوم أبو سعد راح يزور قبر ابنه سعد، سمع صوت عياط جاي من المقابر. لما قرب شوية عينه ما صدقتش اللي شافته، كان في طفل قاعد قدام قبر ابنه سعد بيعيط بشكل هستيري. ما كانش شكله يدل ان هو زعلان على صاحبه للدرجة دي، لا هو حس ان الولد ده هو اللي قتل ابنه. فجأة جري عليه مسكه زعق لم الناس حواليه وقعد يقوله انت اللي قتلت ابني. وسط الدوشة دي كلها أبو سعد أغمى عليه. لما فاق كانت الشرطة جت وقعدت تسأله هو أنت ليه اتهمت الشخص ده؟ الشخص اللي لقاه وسط المقابر كان اسمه محمد، عنده 18 سنة. المهم إن أبو سعد حكى للشرطة المشهد اللي شافه. فعلا الشرطة خدت محمد وحققوا معاه، لكن ملقوش أي دليل حتى يخليهم يشتبهوا فيه، لحد ما أهالي القرية بدأوا يتكلموا عن حاجات كانوا مخبيينها عن الشرطة تخص محمد. محمد عنده 18 سنة، كان بيحب يصاحب الأطفال الأصغر منه، كان على طول بيجيب لهم هدايا وألعاب ويلعب معاهم، وكان كل أهالي القرية عارفين إن محمد مصاحب ابنهم. وكان بيحب فارس وسعد، يعني محمد صاحب فارس وسعد التالت. الشرطة طبعا مسكتش وقعدت تدور ورا محمد، وخطوة بخطوة الشرطة عرفت إن العجلة اللي اتلقت مع جثة سعد كانت عجلة محمد. ومش بس كده، أهل القرية كمان قالوا للشرطة إن محمد بيجي على طول عند قبر سعد ويقعد يعيط بالساعات وبشكل هستيري. هما مش فاهمين هو بيعيط قوي كده ليه، والكام دليل دول كانوا السبب إن الشرطة تشك في محمد ويجيبوه يحققوا معاه. وبعد 8 ساعات من التحقيق محمد انهار واعترف إن هو قتل فارس وسعد، وكان هيقتل طفل تالت لكن صعب عليه وسابه في آخر لحظة، ولو ما كانش اتقبض عليه كان هيقتل طفلين تانيين. هنا السؤال، هو ليه بيعمل كده مع أعز صحابه؟ الناس في القرية أول ما عرفت إن محمد هو اللي قاتل بدأت تتكلم أكتر، زي مثلا علي جارهم اللي حكى موقف ما كانش المفروض يسكت عنه أبدا، هو إن كان بيشوف محمد بيسرق هدوم الأطفال الجديدة من حوش بيتهم، كان بيحرقهم ويحطها على سطح البيت، وكانت تحديدا هدوم أطفال ولاد. وعلي جارهم ما كانش فاهم هو بيعمل كده ليه، إنه راح لأهل محمد واشتكى فعلا إن محمد بيعمل كده وإنه مش عارف هو بيعمل كده ليه. فأبو محمد قال له إنه والله محمد مغلبني وبيحطني في مواقف محرجة مع أهل القرية وأنا مش عارف أعمل إيه. ساعتها علي صعب عليه أهل محمد ومرضيش إن هو يتكلم عن الموضوع ده علشان الشوشرة. مين بقى الطفل التالت اللي محمد سابه في آخر لحظة وما قتلوش؟ ده بقى طفل اسمه عمرو، كان خارج من صلاة الفجر رايح الكتاب عشان يحفظ قرآن، وفجأة طلع عليه محمد وضربه بالسكينة في بطنه، لكن لحسن حظ عمرو إن السكينة جت في سوستة الجاكيت. ويعني الطفل عمرو قعد يتشاهد ويعيط من الخوف. محمد صعب عليه عمرو وسابه يروح. الكارثة، المصيبة، إن لما راح عمرو يشكي لباباه ويحكي له اللي حصل، أبوه ما صدقهوش، قال له أنت بتعمل كده علشان تتهرب من حفظ القرآن في الكتاب. هو ليه ما اتقفش لما قتل أول طفل وتاني طفل؟ لأن هو اعترف إن قتل أول طفل ما بين الشوط الأول والتاني لماتش كان بيتفرج عليه على القهوة،
وطبعا ما بين الشوطين اختفى ورجع علشان الناس ما تحسش ان هو اختفى فترة طويلة، فاللي في الشوط الاول يعرف ان هو كان موجود معاهم، واللي حضر الشوط التاني كمان يعرفوا ان هو كان موجود معاهم. الطفل التاني سعد محمد اداله عجلته وقال له قابلني في المكان الفلاني وامشي من الطريق الفلاني اللي هو مفهوش حد ومحدش بيمشي فيه في الغالب، ويقابلني هناك وهديك ألعاب وحاجات. طبعا لما راح سعد أكله هناك وخباه في كوم قش، ومحمد فعلا ما عندوش سبب مقنع وواضح اللي هو عمل كده ليه، وقال فعلا ان هو بيحبهم جدا وانه شال عين فارس علشان كان عنده اعتقاد لو انا قتلت شخص صورتي هتكون موجودة في عين الشخص ده، فالشرطة اول ما تبص في عينه تلاقي صورته فتقبض عليا، فشلت عينه من مكانها ورميتها في الترعة، والعين التانية معرفتش اعمل فيها كده ففقعتها في مكانها. معملش كده مع سعد عشان كان بيحبه قوي، قتله عشان ابو سعد كان بيحذره من محمد وما كانش مرتاح له، وقال له اقطع معاه علشان الشخص ده مش كويس، هو كان خايف ان هم علاقتهم يتقطعوا ببعض فقتله. محمد ندمان وعمال يستغفر وطلب فعلا الإعدام واتعدم شنقا 2014. وأنا بسكرول كده لما قريت القصة دي أنا قلبي اتوجع قوي عليهم كلهم. خدوا بالكم من ولادكم واعرفوا هم بيصاحبوا مين وبيعملوا ايه وتصرفاتهم ايه، والأهم من ده كله إن أنت تصدق ابنك مهما قالك، مهما أنت واثق إن هو كذاب لازم تصدقه وتدعمه وتمشي ورا الكلام اللي هو بيقوله، مش يمكن هو صح؟